السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ اهلا بيكم في قناة عمرو مكساوي. وزي ما انتم شايفين كده في عنوان الفيديو، فين جي تي اي 6؟ اللعبة اللي بقالنا سنين مستنيينها، وكل اشاعة جديدة عنها بتخلي النت يولع. بس السؤال الكبير هنا، ليه اللعبة دي لحد دلوقتي ما نزلتش؟ وهنشوف مع بعض كواليس اللي بيحصل ورا الستار في روك ستار جيمز. خليكم معانا. طيب، أول حاجة لازم نفهمها يا جماعة إن جي تي إيه 5 القديمة اللي هي نزلت في 2013 مش مجرد لعبة عادية، دي أسطورة حرفيا من أساطير الألعاب، لسه شغالة لحد النهاردة. أكتر من 185 مليون نسخة مباعة لحد دلوقتي، أنتوا متخيلين يا جماعة؟ وجي تي إيه أونلاين لسه بتحقق أرباح ضخمة لروكستار، ففكر فيها كده معلش. طالما جي تي إيه 5 لسه بتكسبهم مليارات، ليه بيستعجلوا في نزول الجزء الجديد؟ روكستار مش بتعمل ألعاب عشان تنافس الزمن، هما بس بيدوروا على الكمال. طيب، وزي ما انتوا عارفين يا جماعة، في إشاعة بتقول إن اللعبة حوالي 200 جيجا أو حاجة زي كده. طيب، لعبة زي دي بالحجم دوت محتاجة وقت قد إيه؟ خلينا نتكلم بصراحة، جي تي إيه 6 مش لعبة صغيرة، احنا بنتكلم عن لعبة عالم مفتوح عملاقة. الأخبار بتقول إن العالم فيها هيكون متعدد المدن، وكل مدينة بمستوى تفاصيل رهيب. يعني تخيل حجم الشغل اللي بيتعمل على البيئة، الشخصيات والقصة وحتى الفيزياء والذكاء الاصطناعي. الروك ستار مش بتعمل مجرد لعبة، دي حاجة أشبه بمحاكاة للعالم الحقيقي. شركة روك ستار مش زي أي شركة تانية، هم بيشتغلوا على كل تفصيلة صغيرة، وده السبب إن ألعابهم دايما بتطلع حاجة ما حصلتش. فكر في تفاصيل العالم في جي تي اي 5 أو ريد ديد ريديمشن 2. كل حاجة من الشخصيات الجانبية لحركاتهم لأداء التفاصيل في الجرافيك بتاخد سنين شغل، وجي تي اي 6 متوقع تكون نقلة نوعية، فطبيعي انهم ياخدوا وقت اطول شوية. في شوية تقارير كده بتقول ان جي تي اي 6 شغال عليها فرق ضخمة من المطورين من اكتر من فرع روك ستار حوالين العالم. الاشاعات كمان بتقول انهم بيستخدموا محرك جديد تماما عشان اللعبة، واللي هيدي تفاصيل جرافيك ما شفناش زيها قبل كده، والذكاء الاصطناعي اللي بيتعلم وبيتطور بسرعة، وحتى إمكانية اللعب المشترك بين المدن المختلفة جوه العالم المفتوح. طيب، ليه مفيش تصريحات رسمية لحد دلوقتي؟ روك ستار معروفة بسياسة الغموض، هما مش من النوع اللي بيعلن عن ألعابهم بدري، وده لأنهم بيحبوا دايما يفاجئوا الجمهور. بس مؤخرا في تسريبات وضحت إن اللعبة فعلا شغالة، وفي تقارير شبه مؤكدة إن الإعلان الرسمي هيكون قريب جدا. فده مش مسألة هل جي تي اي 6 جاية، الموضوع أكتر عن كلمة إمتى. حتى من الحاجات اللي بتاخد وقت طويل جدا هي الاختبارات. لعبة بالحجم ده محتاجة تكون شبه خالية من المشاكل التقنية لما يجوا يطلقوها. روك ستار ما تقدرش تحمل إن اللعبة يكون فيها مشاكل زي اللي شفناها في سايبر بانك، ده غير إنهم بيحاولوا يقدموا محتوى جديد ومبتكر، وكل ده بياخد وقت وجهد ضخم جدا. طيب، ليه روك ستار بتهتم بالتفاصيل؟ خلينا نفتكر دايما ان التفاصيل هي اللي بتفرق لعبة روك ستار عن اي لعبة تانية. لما نزلت جي تي اي 5 كانت مليانة حاجات صغيرة تخليك مستمتع، ناس بتتكلم في الشارع عن اخبار اللعبة نفسها، شخصيات جانبية لها قصص قصيرة، وحتى الحيوانات اللي بتتصرف بشكل طبيعي. فمع جي تي اي 6 توقع حاجات اكبر واعمق بكتير، وكل تفصيلة منهم بتاخد شهور من الشغل. وفي النهاية لازم نعرف إن روك ستار مش مستعجلة، لأنها عارفة إن الجمهور هيستنى مهما طال الزمن، وكل ما نستنى أكتر كل ما اللعبة هتطلع أحسن. فخلينا متحمسين وخلينا مستعدين لأي إعلان مفاجئ، لأن جي تي إيه 6 جاية، وساعتها العالم كله والنت كله بص هتلاقي الدنيا بتشعشع من كتر الفرحة. وبس كده يا جماعة، بكده يكون انتهى فيديو النهاردة. أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.